توقعات منتخباتنا العربية الثمانية في كأس العالم، يلا بينا نبدأ عزيزي المشاهد بالعنابي. منتخب عندك سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك. عارفين المجموعة سهلة جدا، لكن هل قطر هتقدر تعدي من المجموعة دي؟ تعال انا اقول لك. ما تنساش اللايك والفولو ويلا بينا. قطر عزيزي المشاهد اخر 5 ماتشات استقبلت 8 اهداف وسجلت هدفين، طبعا رقم كارثي جدا هجوميا ودفاعيا ومنطقيا وكل حاجه. منتخب قطر اخر 5 ماتشات خسر 4 وتعادل في مباراه واحده، ما انتصرش في اخر 5 ماتشات. بصراحه ارقام سيئه جدا 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 بالنسبه لمنتخب قطر، ولذلك توقعي لهذه المجموعه الاول سويسرا اللي عامله اداء جامد جدا جدا جدا، وفي المركز الثاني كندا، والبوسنه والهرسك ثالث، واخيرا للاسف منتخب قطر. لكن باذن الله ده ما يحصلش، منتخب قطر يقف على رجله. والمجموعه الثالثه التي تضم منتخب المغرب والبرازيل وهايتي واسكتلندا. ركز معايا عزيزي المشاهد على احصائيات المغرب اخر 5 ماتشات سجلت 8 اهداف واستقبلت هدفين، كسبت 4 ماتشات وتعادلت في مباراه واحده. احصائيات جباره. ولما جيت ابص على احصائيات منتخب البرازيل اخر 5 ماتشات ما لقيتش احصائيات كويسه خالص، بل بالعكس احصائيات وحشه جدا. فباذن الله المغرب هو اول المجموعه، البرازيل ثاني، واسكتلندا ثالث، وهايتي رابع. والمجموعة السادسة التي تضم تونس واليابان وهولندا والسويد. مجموعة هو برضو نظريا ممكن تونس تتأهل كثالث المجموعة، لكن أرقام المنتخب التونسي بصراحة لا تبشر بالخير. تونس آخر 5 ماتشات سجلت 5 واستقبلت 5، فازت في مباراة واحدة وتعادلت في مباراتين وخسرت في مباراتين. بالمناسبة المباراة اللي فازوا فيها كانت على قطر. توقعي لهذه المجموعة هولندا أول، اليابان ثاني، تونس ثالث، إن شاء الله تتأهل كثالث. صعب جدا إنها تتأهل أول أو ثاني، وحصلت المجموعة وتونس تقدر تعملها بإذن الله، وهي السويد. وفي المجموعة السابعة الدنيا منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا وإيران. برضو مجموعة على الورق سهلة، ولكن تعال نبص على إحصائيات منتخب مصر آخر 5 ماتشات سجل 5 أهداف واستقبل هدف وحيد، انتصر في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة كانت قدام أسبانيا، وخسر في مباراتين. توقعي المنطقي بعيدا عن العاطفة بلجيكا أول طبعا، مصر ممكن بإذن الله لو لعبوا رجالة تاني، والثالث هو إيران، والأخير هو نيوزيلندا. والمجموعة الثامنة التي تضم السعودية وأسبانيا والأوروغواي وكاب فيردي. برضو على الورق ممكن المنتخب السعودي يتأهل ثالث على الورق، خلي بالك، لكن المنطق والعقل والحقيقة بتقول إيه؟ آخر 5 ماتشات منتخب السعودية، وأنا على فكرة حسب ماتش امبارح بتاع الإكوادور، استقبل كام هدف؟ ادي رقم كده، كام هدف؟ ادي انت رقم. 9 أهداف. نعم، والله زي ما بقول كده 9 أهداف، وسجل إيه؟ هدفين. أرقام يعني مش كارثية، ده عدت الكارثية. أرقام سيئة جدا بالنسبة للمنتخب السعودي، ولذلك توقعي لهذه المجموعة بسم الله الرحمن الرحيم كده: أسبانيا أول، الأوروغواي على فكرة ضعيفة جدا، ممكن السعودية أقسم بالله لو اللعيبة لعبت رجالة. الأوروغواي يا جماعة آخر 5 ماتشات مستقبلة 10 ومسجلة 7، أرقام سيئة جدا جدا جدا. لكن المنطق بيقول ايه؟ المنطق بيقول اسبانيا اول، الاوروجواي تاني، السعوديه ان شاء الله تتاهل كثالث، والاخير هو كاب فيردي. بسم الله الرحمن الرحيم كده عزيزي المشاهد المجموعه التاسعه. عزيزي المشاهد بصراحه يعني انا مش عارف اقول لك ايه. يعني عزيزي المشاهد العراق اول مره يطلع كاس عالم، يعني عنده بقى يعني مستبشر خير بقى. لكن عزيزي المشاهد للاسف هو في اسوأ مجموعه لمنتخب عربي على الاطلاق من وجهه نظري. عندك فرنسا والسنغال والنرويج، يعني بسم الله ما شاء الله. المنتخب العراقي اخر 5 ماتشات سجل 5 واستقبل 4، بصراحه ارقام كويسه، يعني عارف انت اللي هو ايه، انتهى. ولسه عايزين مشاهد فيه مباراه بين العراق واسبانيا باذن الله، مباراه وديه. وتوقع لازم المجموعه، انا بصراحه مش محتاج اتكلم كتير، لكن نظريا علميا كل حاجيا حرفيا العراق للاسف حصلت المجموعه، والاول فرنسا، الثاني السنغال، والثالث النرويج. والمجموعة 11 التي تضم الأرجنتين والنمسا، ومش منتخب عربي واحد، لا منتخبين عرب، وهما الجزائر والأردن. الأردن اللي لأول مرة بيشارك في كأس العالم، والحقيقة إن هو مش في مجموعة سهلة تماما. لو جيت بصيت على إحصائيات الأردن آخر 5 ماتشات هتلاقي إن الأردن استقبلت 11 جول وسجلت 8 أهداف بس. عزيزي المشاهد رقم كارثي، رقم كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. المشكلة مش في كده، المشكلة إن هم خسروا ماتشين وتعادلوا ماتشين وكسبوا ماتش واحد بس على السعوديه اللي هي اصلا واقعه. فبصراحه ارقام مش مبشره بالخير تماما. اما عن الجزائر عزيزي المشاهد اخر 5 ماتشات سجلت 11 واستقبلت 3، لكن من ال 11 دول اصلا 7 على كوستاريكا. توقعي لهذه المجموعه والله العظيم يعني انا من وجهه نظري انا اتمنى ان الجزائر والاردن يصعدوا كده اول 2، مش مهم الارجنتين والنمسا، ولكن
للاسف الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان الارجنتين رقم 1، النمسا منتخب باذن الله ضعيف جدا، على فكره هو ضعيف جدا فعلا، وباذن الله يكون حصلت المجموعه، والجزائر رقم 2، الاردن رقم 3. وفي نهايه الحلقه احب اقول بكل التوفيق، كل التوفيق ان شاء الله لكل الدول العربيه والمنتخبات العربيه. عايزين مشاهد المشاركه في كاس العالم ان شاء الله يصعدوا كلهم اول، وطبعا مجموعه الاردن والجزائر، يعني يا اما الاردن يصعد اول والجزائر تصعد ثاني، يا اما الجزائر تصعد اول والاردن تصعد ثاني، المهم ان هو يصعدوا خلاص. وشكرا جزيلا، بس كده، سلام.